مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده ومباشر من مصر. هنبداها ان شاء الله مع جلسه حوار خاصه بالاخبار، وان شاء الله هيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. امان الله يحفظك. بعده ان شاء الله وجلسه حوار اخرى مع الزميل محمد الجندي والنائب الدكتور احمد سمير عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشيوخ، وايضا الاستاذ ابراهيم يسري وكيل وزاره بالجهاز المركزي ورئيس نادي الصقور. قبل ما نبدأ فقرتنا الأولى والأخبار، خلينا نتوقف مشاهدينا مع هذا الفاصل وتقرير إخباري، نعود بعده ونبدأ مع بعض أول فقرة. خليكم معنا. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني. رئيس الوزراء يستعرض حوكمة منح الضبطية القضائية للموظفين بقطاعي الاستثمار والأعمال. مدبولي يتابع مع رئيسي الرقابة المالية والبورصة تطورات سوق الأوراق المالية. وزير الكهرباء: مصر بدأت في إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص. رئيس الوزراء الصومال وعدد من مسؤولي الحكومة الصومالية يزورون العاصمة الإدارية الجديدة ويتفقدون أهم معالمها. وزير الصحة يبحث التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين. هنبدأ مع بعض مشاهدينا. أول خبر من أخبارنا النهاردة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة وموارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد وامتلاكها أيضا لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، ما يوفر فرص عظيمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة. أستاذ علي، هو طبعا بدون شك قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية للدولة المصرية. الدولة لا تكف عن مواصلة الحرص على تطوير العمل والأداء في هذا القطاع، وفي هذا الإطار كان هذا اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة هذا الأمر، من حيث متابعة تطوير الطائرات، تطوير المطارات وحسن إدارتها، لا سيما في ضوء موقع مصر الاستراتيجي اللي بالتالي بيمكن الشركة الوطنية المصرية للطيران إنها ممكن تكون مقصد للمتوجهين إلى العديد من دول العالم المختلفة عبر موقعها، وأيضا في ضوء استقبالنا للسائحين الوافدين إلى مصر. التطوير متلاحق. علينا أن نعترف أيضا بأننا نفخر بأن واقع المطارات المصرية المتعددة يضاهي نظيرها في مختلف دول العالم. المطار المصري مطار متقدم على أحدث طراز علمي، في انتظام في سير عمل وأداء بالطائرات. ما فيش أي عطل فيما يتعلق بالطائرات، على الأقل في ضوء المناخ الجيد اللي بتتمتع به مصر في فصلي الشتاء والصيف، أو نقدر نقول على مدى العام الأربعة فصول، لأن بيتعطل الطيران يمكن في بعض الدول اللي بيكون الجو فيها شديد البرودة تحت الصفر أو كثيفة الأمطار أو بالعكس الحركة عندنا منتظمة. عملية الحوكمة تجري بصورة علمية. التطوير متواصل. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بتدريب العاملين وتطوير مستوى أدائهم المهني. تمام. رئيس الوزراء التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمستشار عمر مروان وزير العدل لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات زي الاستثمارات وأيضا الأعمال. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من هذه الضوابط ومنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها في مجال الاستثمار وأيضا الأعمال. يا أستاذ علي، هو طبعا الضبطية القضائية لا تمنح إلا لموظف عمومي، أي أنه يكون من بين العاملين في الدولة،
لكن من هي بين هي ضمن الاجراءات اللي بتقدمها الحكومه لتسهيل اجراءات ومناخ الاستثمار بشكل عام. ايوه فندم. ولضمان حسن انضباطه اللي هو الموظفين العموميين الذين لهم صلة بهذا العمل يحصلون على هذه الضبطية القضائية التي تمكنهم من ضبط الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وأيضا مختلف القوانين ذات الصلة لمن يتجاوز أو يرتكب خطأ بهذا الشأن، بما يضمن حسن سير العمل والأداء في المجالات الاستثمارية والمجالات الصناعية دون ما اختراق للقانون أو مخالفة لأحكامه. وهذا الأمر أيضا بيتم بالتنسيق مع السيد وزير العدل أسوة بما هو متبع أيضا في أماكن أخرى زي الضبطية القضائية في مجال الآثار أو غيرها من المجالات اللي بتمنح فيها للمتخصصين في هذا المجال. ومن هنا جاءت فكرة وجود ضبطية قضائية للموظفين العموميين المرتبطين بمجالات الصناعة والاستثمار. هنا المقصود يا أستاذ علي هي فكرة أنه ما يحصلش نوع من أنواع التعنت من قبل صاحب الضبطية القضائية، فهيكون في إجراءات معينة ده إضافة إلى هذا ما يتجاوزش مع أي مواطن. إذا أساء استخدام بالزبط. هذا الأمر هناك أيضا عقوبات توقع على من يسيء استخدام هذه الضبطية القضائية. ده في إطار حوكمة الأمر، لابد أن يكونوا قدوة، وأن تكون هناك أيضا عقوبات لمن يخرج منهم عن المسار الصحيح لعمله وأدائه. تمام. اجتمع ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء امس بالدكتور محمد فريد رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه وايضا رئيس مجلس اداره البورصه المصريه لمتابعه اخر تطورات الانشطه الماليه غير المصرفيه، وخاصه مؤشرات اداء سوق الاوراق الماليه، وايضا استعراض جهود الهيئه للارتقاء بمستوى كفاءه وتنافسيه مختلف الخدمات الماليه غير المصرفيه الاخرى. هو بدون شك يعني البورصه المصريه لها دور كبير جدا في عجله الاقتصاد المصري. ينتظر ان تشهد البورصه المصريه خلال الايام القليله القادمه اعتبارا من صباح الغد اقبالا كبيرا سواء من راغبي الشراء من المصريين او غير المصريين، لا سيما في ضوء ليه يا فندم؟ ايه لأن الأسباب؟ حصل ارتفاع في سعر الدولار، ده بيدفع الكثير من المستثمرين إلى الدخول إلى البورصة، لأن ده بيعطي مؤشرا إلى إمكانية ارتفاع قيمة هذه الأسهم في الفترة القريبة، وده بيدفع الكثير ممن لديهم أموال إلى المبادرة بشراء أسهم. فهذا فضلا عن أن سعر هذه الأسهم يعد ثمنا أصبح أقل مما كان عليه الحال منذ أيام ماضية أو أسابيع ماضية في ضوء ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يمثل عنصرا جاذبا للعديد من الأشخاص سواء اللي بيشتري بالدولار أو اللي بيقوم بتغيير الدولار في السعر الرسمي بهدف شراء أسهم في البورصة المصرية، وهي بورصة واعدة ويمكن أن يحقق من خلالها عائدا مناسبا ومجزيا. بالضبط. كمان يمكن أكد الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تحسين بيئة ممارسة الأعمال لتمكين كافة الأطراف من التوسع والنمو بما يدعم الاقتصاد المصري. هو بدون شك طبعا كل الجهود مسخرة بهدف أولا جذب الاستثمارات الخارجية، تشجيع الاستثمارات الداخلية، تطوير الصناعات المحلية، الحد من الاستيراد، العمل على تشجيع التصدير ومنح حوافز كثيرة بهذا الشأن. جهود في الحقيقة مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسائر الوزراء والهيئات ذات الصلة بهدف الارتقاء بمنظومة أداء الاقتصاد المصري، لا سيما في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألحقت أضرارا كبيرة باقتصاديات مختلف دول العالم. هنروح لوزارة الكهرباء ووزير الكهرباء دكتور محمد شاكر
أكد أن مصر بدأت في استخراج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص ولكن بقدرات محدودة، مؤكدا أن جميع الاتفاقات اللي تم توقيعها خلال عام 2022 ستخرج للنور خلال العام الجديد. وأوضح أيضا شاكر أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والعديد من مصادر الطاقة النظيفة. هو طبعا الهيدروجين الأخضر مصر في مقدمة الدول اللي بتخطو خطوات واثقة وسريعة في هذا الشأن، ما له من دور كبير في مسألة استخراج الكهرباء وكمصدر أيضا للطاقة النظيفة الآمنة، لا سيما وأن مصر بتعتمد اعتمادا رئيسيا وأساسيا على الطاقة النظيفة، وهو الأمر الذي شهدت به الكثير من دول العالم خلال مشاركتها معنا في كوب 27 الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ. فمسألة الهيدروجين الأخضر وإنتاجه مصر ينتظر أن تشهد خلال عام 2023 تقدما كبيرا وإنتاجا وفيرا في هذا المجال على نحو يفوق العديد من دول العالم من حولنا، لأن مصر بتوليه اهتمام خاص، وده في إطار جهودها للاعتماد على الطاقة النظيفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وأيضا استخراج الهيدروجين. فمصر من أقل دول العالم التي تخرج منها انبعاثات حرارية. تمام. نروح لوزارة البترول. شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة وزارية بعنوان دور الحكومات في تهيئة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار في إنتاج المعادن ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثاني بالمملكة العربية السعودية. وأكد على أن مصر بتولي أهمية كبرى لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهماته في الدخل القومي في ضوء استراتيجية خاصة ومتكاملة بيتم تطبيقها في السنوات الأخيرة لتطوير هذا القطاع الهام، ولقد نجحت مصر فيها بالفعل. هو طبعا بدون شك مصر واعدة فيما يتعلق بإمكانية الكشف عن المعادن والتعدين، وبالفعل السيد وزير البترول تحدث بهذا الشأن، لأن في اتفاقيات مع عدد من كبريات الشركات العالمية التي تحرص على العمل في مصر في هذا المجال. ومن هنا كانت إشارة وتوضيح السيد وزير البترول خلال مشاركته في المؤتمر الخاص بهذا المجال الذي يعقد للعام الثاني في المملكة العربية السعودية. نتوقع نتائج إيجابية من عمل الشركات التي تنقب عن المعادن. إذا هنا برضو ده مهم في فكرة جذب الشركات العالمية. بالضبط، وبالفعل في شركات عالمية شغالة، ونتطلع إلى شركات عالمية أخرى تساهم معنا في هذا المجال، ونترقب أيضا نتائج إيجابية خلال عام 2023 بهذا الشأن. رئيس وزراء الصومال وعدد من مسؤولي الحكومة الصومالية يزورون العاصمة الإدارية الجديدة ويتفقدون أهم معالمها. نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة الصومال الشقيقة، وبدأت الزيارة الخاصة بالوفد الصومالي باستقبال الوفد بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تقديم عرض عن الموقف التنفيذي لمكونات العاصمة وتوضيح أهم معالمها الرئيسية بها، وتم استقبال أيضا الاستفسارات وتساؤلات من الموفد الصومالي وتم الرد عليها من المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز. هو بالفعل العاصمة الإدارية الجديدة جديرة بأن تكون مزارا لضيوف مصر سواء من الدول العربية أو الإفريقية أو غيرها من دول العالم. هي مدينة ذكية، مدينة معمولة على أعلى طراز عالمي. احنا اللي داخل العاصمة الإدارية الجديدة أول شيء يكون فيه مواجهته هو المسجد والكنيسة الكبيرتين على نحو يوضح للعالم مدى ما نعيشه في سلام وأمان. بنشوف هناك الحي الحكومي اللي معمول على أعلى طراز عالمي على نحو نفخر به جميعا. بنشوف المدن السكنية المحيطة، مواقع الشركات العالمية، مشروعات الإسكان
لإنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية على أعلى طراز في الحقيقة. بنشوف شوارع، بنشوف بيئة نظيفة، بنشوف توافق مع مواصفات البيئة واشتراطات البيئية العالمية، واجهة حضارية مشرفة لمصر. بنفخر كثيرا لما بيجي لنا ضيوف من مختلف دول العالم بيجوا وبيقفوا على ما تحقق من إنجاز بهذا الشأن، هذا فضلا عنا أن الكثيرين يتطلعون دوما إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، سواء ما يتعلق بالحوكمة وحسن الإدارة والإنشاءات والتخطيط، وكل ما جرى بهذا الشأن هو نموذج يحتذى به لمن يريد الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال. تمام. الحقيقة في بيان صحفي من قادم من مكتب رئيس مجلس الوزراء والمكتب الإعلامي، رئيس الوزراء يتابع موقف البضائع المفرج عنها بالمواني. الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1 وحتى 10 يناير الجاري، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر إلى 8.5 مليار دولار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير مفصل حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها من الموانئ المصرية. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن التقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 وحتى 10 يناير الجاري وصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات أو من خارجه. أيضا فصل التقرير مجمل البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة. هو بالفعل يمكن من أول ديسمبر وحتى اليوم جملة البضائع المفرج عنها حوالي 8.5 مليار دولار، واللي تم خلال ال10 أيام الأخيرة 1.5 مليار دولار زي حضرتك ما أشرتي. هذه البضائع التي تم السماح في الحقيقة بدخولها ده طبعا بدون شك يعني مبلغ كبير جدا وقيمة كبيرة جدا، بترتبط بالأغذية، المواد الغذائية المطلوبة للمواطنين، الأدوية، أيضا المواد اللازمة للتصنيع المحلي وللصناعات التي نقوم بإنتاجها، وأيضا في إطار حرص الدولة على توفير السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين. وفي هذا الإطار تم الإفراج عن كل هذه البضائع بهذا الكم الكبير. آخر خبر معانا النهارده من وزارة الصحة. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الرئيس الصيني وزير الصحة والسكان الرئيس الصيني التي تعد هي واحدة من أحدى كبرى الشركات المتخصصة لشركة التسلسل الجيني على مستوى العالم، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أشار إلى أن الاجتماع تناول التشاور حول التوسع في خدمات الفحوصات والتحاليل المقدمة للمواطنين من خلال المعامل المركزية لوزارة الصحة، وأيضا التوسع في خدمة المعامل المقدمة من القطاع الخاص لتحقيق التكامل بين كافة أذرع المنظومة الصحية. هو في الحقيقة في 5400 وحدة صحية على مختلف محافظات الجمهورية بتقدم خدماتها للمواطنين. بدون شك استقبال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لهذا المسؤول الصيني يأتي في إطار التعاون المصري الصيني في مجال الصحة بصفة عامة، وأيضا في مجالات التحليل والتحليلات الجينية بصفة خاصة. التحليلات بتقدم الآن بدءا من تحليلات ما قبل الزواج، تحليلات الحمل، والتحليلات وكذلك الكشف على الأطفال حديثي الولادة. تمتد الخدمات حتى كبار السن فوق سن 60، وده يأتي في إطار المنظومة الصحية الشاملة وفي إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات الصحية. ده هيكون تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؟ تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لكن قبل أن يمتد التأمين الصحي بالفعل زي بورسعيد وقنا وغيرها
لكن لسه لم يصل حتى الآن إلى القاهرة، لأن هذه المحافظات قد تكون أكثر منا احتياجا. نحن في مرحلة قادمة وكذلك سائر المحافظات، لكن ال 5400 وحدة صحية بتقدم خدماتها حاليا بالفعل للمواطنين، ولعلنا لمسنا جميعا مشروع ال 100 مليون صحة الذي طبق على سائر المواطنين. في مشروعات ومبادرات صحية كبيرة جدا قدمت، زي الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات، زي مشروعات كثيرة جدا تتعلق بالأطفال حديثي الولادة أو أطفالنا في المدارس وتطعيمهم وحمايتهم، زي ما يتعلق بالقضاء على فيروس سي. يعني جهود كبيرة جدا الحقيقة في مبادرات كتيرة يعني بالظبط، مبادرات كثيرة متعددة يعني. أنا بشكر حضرتك جدا يا فندم، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. ميرسي يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. وهنتوقف مع هذا الفاصل القصير، نعود بعده لاستقبال ضيوفنا في الفقرة الثانية مع الزميل محمد الجندي، النائب الدكتور أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والأستاذ إبراهيم يسري وكيل الوزارة بجهاز المركزي ورئيس نادي صقور. خليكم معنا.